السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا وحشتوني، عاملين ايه؟ غبت عليكم كده كام يوم بقى، طبعا امتحانات وعيال. بصوا مش فاضية صراحة. بس دلوقتي بقى ايه، قلت لا اقوم اعمل لهم كده مولتو اللي هو السريع كده وهما بيذاكروا. اي حاجة تحفزهم واحنا بنذاكر. ربنا يا رب يا رب مع اولادنا جميعا، ويفرحنا بيهم ان شاء الله باذن الله على قد تعبهم وتعبنا. فقلت يلا في السريع كده اعمل لهم مولتو كده ما بياخدش حاجة، وياكلوه هما بيذاكروا. تعالوا يلا بسرعة نشوف المولتو بتاعنا ازاي. انا عملته قبل كده بس قلت اطلع اعمله معاكم بقى. المولتو بتاعنا عبارة عن ايه بقى يا حلوين؟ عبارة عن كوبايتين دقيق. عايزة تعملي كوباية براحتك، بس انا قلت هخليهم كوبايتين عشان لو فات حاجة يفطروا بيهم الصبح. طبعا مولتو بالشوكولاتة فظيع، ففي كلتا الحالتين مش خسرانة. معايا لبن بودر، مش عايزة تحطي لبن ما تحطيش، بس انا بحب احطه لان بيديكي طعم جميل جدا للمولتو. معايا زبدة، دي زبدة صفرا بحبها قوي 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 قوي. على المولتو بتبقى حلوة جدا. معايا بيكنج باودر، كوبايتين زبادي، رشة ملح فقط لا غير. مش معايا حاجه، يعني هما دول المقادير بتوع دقيق واللبن. استغني عن اللبن لو عايزه تستغني عنه، انا عشان عندي فخلاص. عندي زبده، عايزه تستغني عن الزبده استغني عن الزبده، مفيش مشكله. لكن اللي ما ينفعش تستغني عنه الزبادي والبيكنج باودر واللبن. والثلاث حاجات دول اللي ما ينفعش تستغني عنهم اساسي. الزبده عادي، اللبن عادي، مفيش مشكله. لكن الدقيق، بيكنج باودر، زبادي، رشه الملح اساسي في وصفتنا. يلا بقى بسرعه نبدا ونشوف هنعمل ايه. هجيب الكوبايتين من الدقيق بتوعي، احطهم اهو. تمام كده اهو. بسم الله. هجيب الزبادي، احط الزبادي بتاعي. هحط اللبن، دول اخر حبة لبن اصلا عندي اهو. هحط البيكنج باودر اهي. البيكنج باودر ليه عشان تنفشها لي بتبقى جميلة. تمام. هحط الزبدة بتاعتي اهي. كل مقاديرنا احلى ما في الوصفة اللي انت كل مقاديرك على بعضها. هحط رشة الملح، رشة بسيطة جدا تعادلها. نقلب كل مقاديرنا كده بقى. بصوا خلاص هنقلب بقى كل مقاديرنا ديت مع بعضها اهيت لحد ما تبقى معاكي عجينة. بصوا يا جماعة، انا عجنتها اهيت والله، ولا احتاج، ما حطيتش دقيق، ما حطيتش اي حاجة تاني. من ساعة ما عجنتها فضلت اعجن 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 فيها لحد ما بقت معايا. بصوا بقت عاملة ازاي، بصوا بقت بالطريقه ازاي. طبعا الزبادي على الحاجه بيبقى جامده جدا. هسيبها ترتاح معايا 10 دقايق بالظبط، وهرجع ليكم نشوف هنعمل ايه. ورجعت ليكم دلوقتي اهوت. خلاص انا سبتها ترتاح اهيت شويه. جبت بقى هنا رشه من الدقيق، وهجيب بقى العجينه بتاعتي بالمنظر ده. هفردها ايه معاكم. تمام. بصوا اهي. قبل اي حاجه انا جبت شوكولاته اللي هي دريم، اللي هي بتاعه الطبخ دي اللي بنعملها على طول دي. جبتها وقطعتها. بصوا مكعبات بالسكينه، قطعتها بالمنظر ده. تعالوا بقى نفرد العجينه بتاعتها كده. جبت النشا بتاعتي وهفردها لحد ما تبقى اخده طول كله بتاع المفرش. انا فردتها بالمنظر اللي انتوا شايفين كده. هاجي اقوم قسماها بالمنظر ده، قسمها اربع تربع اهي. تمام. كل ربع هقطعه زي ما انت عايزه بقى. التقطيعه دي بتاعتك انت، عايزاها شوفي ايه واعمليه. انا عن نفسي هتكتفي بايه 3 بالمنظر ده. شايفين قطعتها كلها بالمنظر ده. هاجي اجيب بقى مكعب، حطاه في النص، جايبه يمين وجايبه شمال بالمنظر ده، وهلف. وانتي بتلفي تمطي شويه العجينه معاكي زي ما انا بعمل كده. بصوا اهي لحد ما تقفلي كده للاخر. شفتوها اهي بقت بالمنظر ده. تعالوا نعمل واحده تاني اهي. ده في النص، حط واحده يمين واحده شمال، وانتي بقى ماشيه تقفليها بايه بايدك اهي. تمطيها شويه مفيهاش اي حاجه. تمام. واحده كمان عشان خاطر الحبايب اهي. بصوا انا بمط ازاي اهي. بس كده. جبت طاسه حطيت فيها زيت. هاجي بقى انزل عليه، ما انا طبعا معليه النار. اول ما انزل بيه هوطي النار بتاعتي. ليه بقى؟ عشان يكون كله مستوي
معي. انا هخلص اهوت برصه اهو. اهو يا جماعه، بصوا خلي بالكم هو ما بيطولش خالص، هو بياخد لون على طول اهو. طبعا انا هديت النار عشان يستوي معايا، هتقلبي بالمنظر ده. اديني خلصت يا جماعه اهوت. بصوا بقى، طبعا رحت مطلعاه وقمت بقى حطيت عليه صوص من الشوكولاته. استنى اقربلها لكم. بصوا بعمل ازاي، بصوا بقى الجمال بجد يعني بجد. استنى بس اوريك واحده. بصوا عايزه لكم يستاهل يعني بجد. لا والعجينه بتاعته عامله زي المنفيه بالظبط، اكنكم والله بتاكلوا منفيه. جميله جدا. الزبده الصفراء صفرته، خليته زي المنفيه بالظبط بالظبط بالظبط. يعني عايزه اقول لكم انا دوت واحده قبل ما اطلع. جميله 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 جدا جدا، روعه. جربوها، ويا ريت لو عندكم زبده حطوا، لانها تديكم النتيجه الصفراء دي والنسبه بصوا بتقرمش كده بجد. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. وتنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ سالي صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.